السلام عليكم. فيديو ديال اليوم غادي نهضروا على القوة الناعمة او لا سوفت باور. كيف ما كنعرفوا اي دولة باش تكون قوية ويكون عندها تأثير كبير في العالم خاص يكون عندها جوج ديال القوى اللي تقليدية. القوة العسكرية اللي كتقوم على انك تبين القوة العسكرية ديالك وتهدد بها اي واحد بغى يضر المصالح ديالك. وكاين القوة الاقتصادية اللي من خلالها كتمشي كتسلف دول ولا كتستثمر عندهم وكتهددهم في كل مره كيبغيو انهم يخالفوا المصالح ديالك بانك غادي تزول لهم ديك الاستثمارات وتمنع عليهم ديك القروض اللي كنتي كتديرو. ولكن في العقود الاخيره بان واحد المفهوم جديد ديال القوه عند الدول وحتى عند الافراد، هي القوه الناعمه. فاول مره ظهر عندنا هذا المصطلح هذا بان 1990 عند واحد الكتاب ديال واحد الدكتور في جامعه هارفارد اسمه جوزيف ني. هذا الدكتور هذا كيعرف القوه الناعمه على انها القدره على انك دير اللي بغيتي بلا ما تبزز على حتى شي واحد انه يعطيك داكشي اللي تينا خاصك تديه من عنده. فمثلا بالنسبه للدول، شي دوله اللي باغا انها تعمل واحد كاستعمار فكري لشي دوله اخرى، فما كتحتاجش انها حتى تمشي تماك وتسيطر عليها عسكريا او اقتصاديا. عادك انها تدي منهم مثلا النوابغ ديالهم ولا تدي الناس اللي غادي تستافد منهم، فيكفي انها تعمل لهم واحد الغزو الثقافي من خلال الافلام واللغه والمراكز الثقافيه ديالها في وسط ديك الدوله هذيك. بشكل اوتوماتيكي الناس اذا كانت الثقافه ديالك وداك الاستراتيجيه ديال القوه الناعمه ديالك مخدومه مزيان، فالناس ديال ديك الدوله هذه غادي ينجذبوا الثقافه ديالك وبشكل لا ارادي غادي يجبروا راسهم انهم ملي غادي يفكروا انهم يهاجروا من بلادهم يمشيو يخدموا في شي دوله اخرى نيشان غادي يجيو عندك وتينا غادي تستافد من دوك العقول اللي غادي تجيك من الدوله اخرى. ففحال مثلا هذا المثال هذا كنجبروه كاين عندنا حنايا في المغرب بكثره التواجد ديال المراكز الفرنسيه والاستعمار الثقافي اللي بقى كاين، والقوه الناعمه اللي خدمتها فرنسا مع المغرب من مور الاستقلال. فاغلبيه ديال الناس اللي من مور البكالوريا اول حاجه كيفكروا فيها ملي كيخرجوا صافي كيشوفوا فين يقراو كيفكروا انهم يمشيو لفرنسا. هذا الشيء هذا مخدوم عليه وطبعا فرنسا دارساه وخلات الاثر ديالو باش دائما كتخدم ديك القوه الناعمه ديالها ديال اللغه ديالها والثقافه اللي خلاتها هنايا باش الناس كيمشيو يقراو في فرنسا. دابا ندوزو لواحد الحاجه اللي عندها علاقه بينا هنايا. فواش المغرب عنده شي قوه ناعمه اللي كيقدر انه يخدم عليها؟ الجواب هو نعم، ولكن ماشي شي قوه ناعمه عاوتاني اللي خارقه. القوه الناعمه ديال المغرب بدات من شحال هادي. فالمغرب كيتعتبر هو الدوله اللي ساهمت في الانتشار ديال الاسلام في الدول ديال افريقيا جنوب الصحراء. فغير هذا العامل هذا كيجعل عند المغرب واحد الموضع ولا واحد المرتبه ميزه على باقي الدول بالنسبه للدول الافريقيه. فمثلا غادي تمشي للسنغال ولا تمشي السنغال وموريتانيا، فالمغرب عنده واحد المكانه مهمه عند هاد الدول هادو، خاصه بحال اللي قلت السنغال، كابون، كوديفوار. هاد الدول هادو كيعتبروا المغرب كواحد المؤثر حقيقي في الخلفيه الدينيه ديالهم وفي الزوايا الصوفيه اللي كاينه تماك، اللي عندها روابط كبيره بالزوايا الصوفيه اللي كاينه هنا في المغرب. يعني كاين واحد التاثير ثقافي او ديني اللي كيخدم المصالح ديال المغرب في هاد الدول هاد. كانت إفريقيا على موعد مع طلوع شمس الإسلام عليها من بوابة المغرب. كان ذلك بعد أن أشرق على مصر والحبشة بالضفة الأخرى، وأضحى امتداده عن طريق المغرب أوسع، باعتبار الدول المتعاقبة على حكم المغرب وعلاقتها بالدول الإفريقية من جهة، ثم لكونه قطبا تجاريا ومحطة عبور للقوافل التجارية المتجهة من وإلى إفريقيا. ايضا كاين واحد التاثير اخر هو التاثير ديال المطبخ المغربي. مثلا المغرب معروف عليه عربيا انه عنده واحد المطبخ اللي متميز فيه وجبات اللي كلشي كيعرفها، وهنايا كيجعل ان المغرب في الخلفيه ديال اغلبيه ديال الشعوب العربيه عنده واحد المطبخ مزيان، وهذا الشيء كيخدم المصالح ديال المغرب عاوتاني في السياحه.
واخر مثال وابرز مثال اللي كنشوفوا فيه القوه الناعمه اللي خدمت في المغرب بواحد الطريقه اللي حتى واحد ما كان كيتوقعها هو كاس العالم الاخراني اللي داز في قطر. داك الانجاز اللي عملوا المغرب في كاس العالم وداك الشيء اللي حتى شي واحد ما كان كيتوقعو، العالم كامل فحال اللي كنتو كتشوفوا الارقام، ما عرفتش الرقم شحال كان كاين بالضبط، الملايين ديال عمليات البحث على الاسم ديال المغرب في جوجل وكلشي كيبارطاجي على المغرب. فهذه ابرز مثال على القوه الناعمه اللي غالبا غادي ترجع بنتائج كبيره على المغرب، لا من ناحيه ديال السياحه لا من ناحيه ديال الاستثمارات في شتى المجالات خاصه المجالات الرياضيه. وهنايا كنشوفوا الاستغلال ديال الفيفا، اللي الفيفا طبعا اي حاجه كتفتشي على الربح، فمن مباشره من مور داك الانجازات عطات المغرب انه ينظم كاس العالم للانديه، حتى شي بطوله اللي بالنسبه للفيفا كانت صافي كتموت ما بقى عندها حتى شي حاجه ما تزيدها، ولكن استغلت ان المغرب كان عنده واحد الاشعاع كبير دولي فعطاتو انه ينظم هذه البطوله هذه. وكيف ما شفتوا في حفل الافتتاح كاين واحد الاهتمام دولي بهذا الافتتاح غير حيتاج الجمهور المغربي، والمغرب كان عنده داك التاثير وداك الاشعاع في كاس العالم. وعربيا اذا بغينا نشوفوا شكون هما الدول اللي عندهم قوه ناعمه كبيره بزاف، فالجواب غادي يكون واضح، اللي هي طبعا قطر والامارات. هادو هما اكثر الدول اللي عندهم قوه ناعمه اللي كتخدمها واحد الماكينه اعلاميه كبيره. بالنسبه لقطر كتعرفوا القناه ديالها الجزيره، فكتخدم التوجهات ديال الدوله ديال قطر، اي حاجه بغات تخدم بها المصالح ديالها فما كيكون عندها حتى شي مشكل. العالم العربي كامل كيتبع القناه ديالها وكتوصل بها الرسائل اللي بغات. عاوتاني حتى الامارات كتصرف فلوس صحيحه، فمثلا على برامج ديال الدحيح مؤخرا، وعندها منصات كثيره اللي كتوصل بها الافكار ديالها، وكتستقطب عاوتاني مؤثرين عالميين بحال الناس دايلي وبزاف ديال المؤثرين اللي انتقلوا اصلا يعيشوا في الامارات، وكتعطيهم اقامات ذهبيه وبزاف ديال الامتيازات اللي كتقنعهم انهم يجيو عندها باش يحسنوا الصوره ديالها دوليا. وكاين واحد الدوله اخرى عاوتاني اللي عندها قوة ناعمة كبيرة اللي هي تركيا. تركيا اللي هي واحد الدولة علمانية واللي الأغلب ديالها ماشي ملتزمين بزاف بالإسلام، ولكن الرئيس ديالها وفي المسلسلات ديالهم كيخدموا بواحد الطريقة كبيرة على أنهم يأثروا على التصور اللي عند الشباب العربي على الدولة ديال تركيا، وكيخدموا على أنهم دائما يكسبوا التعاطف ديالهم. وهذا الشيء هذا كامل باش يخدم المصلحة ديال تركيا من الناحية السياحية، والناس يجيو عندها بزاف وانتم عارفين شنو كاين. المهم عطيتكم واحد الصوره عامه على القوه الناعمه على السوفت باور، باش اذا سمعتوا هذا المصطلح هذا مستقبلا تكونوا عارفين شنو هو وما تبقاوش ما عارفينش. هذا الشيء اللي كاين، ونتلاقاو في فيديو اللي ماشي. المهم اذا كنت نسيتي ما تعملش شي جيم اعملو، اذا عجبك شي كومونت شي حاجه قلتها فكرني فيها هكذا في كومونتير، واذا كنتي باقي ما عملتيش شي ابوني اعملو. نتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله.